اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحب صابر من قناه سبيست فود. هي ما تتعملش غير كده البطه القمر دي، ما احنا مش كل يوم هنجيب بطه ب 400 جنيه ولا حاجه. يلا نصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه بتجيب البطه زي ما هي كده، بتعملها مع محلول النقع. احسن حاجه بتضيع ريحه الزفاره نهائي من الطيور. يا اما تحطي معلقه طحينه يا اما تحطي معلقه جنزبيل، تمام، مع دقيق مع قشر ليمونه وقشر برتقال، تمام كده. يبقى عندك ليمونه وقشر برتقال ومع دقيق ومع جنزبيل او معلقه طحينه، ودعكي الكلام ده كله وسيبيها لا يقل عن نص ساعه. في الكلام ده طلعيها اشطفيها كويس جدا، وبعد كده هاتيها في حله فاضيه. وبعد كده اللهم صل على النبي، هاتي الاول بصلايه وابشريها وحطي عليها ملح وفلفل، ودعاكي البطايه نفسها من جوه من تحت هنا من جوه ومن بره ومن كل حته، وحاولي تدخلي فيها من جواها، تمام. بتدي نكهه حلوه جدا البصلايه دي. وبعد كده هاتي بقى الحله بتاعتك، حطي فيها معلقه زيت او معلقه سمنه براحتك، وبعد كده انزلي بالبطايه من غير اي حاجه خالص. انزلي بالبطايه دقيقتين 3 كده على الناحيات ودقيقتين 3 على الناحيه التانية، تمام. تتشوح كده مع البهارات اللي هتحطيها، ملح كمون كزبره، عندك فلفل اسود، وعندك كمان لو حبهان وقرنفل. البرطمان اللي انا لسه عاملاه معاكم انا بطحنهم كلهم مع بعض واخليهم في برطمان للشرب والحاجات دي، تمام. والطبيخ بتاعي معلقه من ده مع معلقه السمنه مع البطايه على الناحيه دي دقيقتين 3 على الناحيه التانية دقيقتين 3، تمام. وتهدي النار طبعا وتكوني مغطيه، تاخد وتدي بشكل ودي مع بعض. بعد كده ترجعي بقى تحطي بصلايه وطماطمايه، وعايزه اقول لك اما تحطي حته من القرن الحامي ده معاها بتدي طعم حلو قوي للشوربه. خلاص. وتحطي كمان قلنا البصل والطماطم والجزر وحتة الفلفل دي، وبس كده. وحطي عليها ميه مغليه وسيبيها تاخد وتدي بشكل ودي. وتعالي نشوف احلى شوربه في الدنيا من البطايه دي. بصوا الشوربه رايقه ازاي يا جماعه، ما فيهاش غير البصلايه. بصوا بقى كده معايا الشوربه دي. بصوا دي البصل اللي هي اللي انا قلت لكم ايه، بشرتها ومقطعها صغير. ودي الحاجات اللي انا هحطها زي ما قلت لكم، الطماطم مع قرن فلفل حامي حته كده، مش بحط قرن كامل، تمام. بص الشوربه بتلمع بجد روعة ما شاء الله. عايزة اقولك احلى شوربة مفيدة جدا. تقدري تعملي عليها شوية ملوخية شوية ويكا شوية بامية، ممكن تحطي كده شوربة. انا هعمل معاها شوية ملوخية، تمام. وهحط الشوربة وهحط كمان رز بشعرية وسلطة، بحيث انا عندي الولاد ما بياكلوش الملوخية فياكلوا شوربة على رز مع حتة البطة مع عندي الرز مع الشوربة مع حتة البطة مع السلطة، فهتبقى وجبة حلوة جدا. وعودي ولادك على كده، لو مش هياكلوا الخضار اللي انت هتعمليه، انا عندي تقريبا بياكلوش معظم الخضار، يبقى على طول شوية الشوربة دي ترم عظمهم وتبقى حلوة جدا لصحتهم. وخدت البطاية القمر دي تحت الشواية يا جماعة، تدهنيها بمعلقه واحده من الزيت، او ممكن ما تدهنهاش لان هي كلها دهون، وتدخلها تحت الشوايه هتطلع باللون القمر ده. ولا حطيت لها كاتشب ولا حطيت لها صويا صوص ولا دهنتها حتى اللهم صل على النبي باي حاجه، يعني بصلصه ولا باي حاجه، تطلع معاكي بالقمر ده. مش عايزه اقولك طعمها قد ايه حلو، مش عايزه اقولك التسويه بتاعتها صح الصح، واللحم بتاعها بجد بجد تحفه. جربي الطريقه دي لاي طيور هتطلعي منها احلى شوربه. الشوربه اللي متبقيه انت شربتي شويه شوربه المتبقيه اوعي ترمي، على طول كيس وعلى الفريزر. طلعتي في يوم ومعكيش فلوس طلعي كيس منها اعملي عادي، ما ناكل اوريدي. هي المشكله هتطلعي منها على شويه محشي، طلعي منها على شويه باميه ويكا زي ما قلت لك اي حاجه. وقولي الحمد لله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.